السلام عليكم ورحمة الله المتتبعين المتتبعات الأوفياء الكريمات والأصدقاء أوفياء كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كما كتلاحظوا حضرت معكم مسمن مورق، ودرت معاه واحد الملويات، يعني مسمن والملوي. شوفوا كيف تبارك الله ما شاء الله. وكنقول شكرا لحليمه الفلالي، هذه الوصفه ديالها تفرجت في الفيديو، طبقت جميع النصائح اللي عطات خرجت لي هذه النتيجه. اذا امرا ما تنساوش اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا بسم الله نبداو الفيديو. اول حاجه درت هنايا في هذا الكاس ولا طاسه ديال العجانه اللي بغات تعجن بيديها تعجن. درت 3 الزلايف حجم هذا 3 الزلايف او الجبابن ديال الفورس الدقيق الابيض، ومعاه زلافه وحده ديال الفينو. درت الملح على حسب الذوق، رويص معلقه صغيره ديال الخميره. تقدروا تستغناو على الخميره، غير الا ما بغيتوش ديروا الخميره خاصكم تعجنوها وتدلكوها مزيان وديروها في شي بلاستيكه وتخلوها ساعتين 3 السوايع 4 السوايع. المهم خليوها ترتاح. في حاله درتو هذاك الرويس ديال الخميره ساعه على الاكثر، كاع ما كاملاش، دوروا دويره بين ما غسلتو دوك المعينات كترجعوا كتكوروها صافي. منين كتكوروها كتبدل الاولانيه ارتاحت ولات هي هذيك. المهم احنا ضفنا الملحه وداك شويه ديالها على باش نكونوا مفاهمين. الخميره ما ديروهاش بزاف، خصوصا دابا سخون الحال. غير الا كنتو زربين بيه كديروا داك الشويه باش دغيا دغيا كترتاح لكم العجينه. ويلاتو بشويه عليكم عجنوها وخلوها، نساوها ما ديروش كاع ديك الخميره كاع نهائيا. امي هافيه يلا 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 بدات كتدفى، يعني ما ديروش الماء سخون ولا دافي بزاف. تقدروا في هذا الحال سخون ديروا غير الماء ديال الروبيني صافي. كديروا الماء على حسب. كتجي العجينه شويه شاده في راسها، ما كتجيش مطلوقه بحال ديال الخبز، وما كتجيش مطلوقه بحال ديال البريوش، لا كتجي قاصحه واحد شويه قاصحه يعني. المهم كتقدروا تحكموا فيها، ومع ذلك ما كتكونش مرخوفه بزاف. انا غنوريكم كيفاش كتكون. الا ما درت انا درتها في العجانه غير درتها وصافي. المهم ديروها في القناه هادي كتعجنوها وكتخليوها كترتاح. هانتوما غنوريكم القوام ديال العجينه. تجي متماسكه وما كتلصق ما والو. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. المهم نتوما قطعوا فوق سطح العمل، كدلكوها شويه بيديكم، كتجمعوها هكا كديروها في شي بلاستيكه وكتخلوها. خليتهاش كاع ساعه ما خليتها، المهم واحد 20 دقيقه ولا 10 دقائق ولا 15 دقيقه صافي. وبديت كنكورها من بين ما مع كان الحال سخون دغيا دغيا عطاتني الطوع ديال الخدمه، جات زوينه وغزاله. ونصحكم بهذا الفيديو بهذه الوصفه ديال حليمه الفلالي، الطريقه ديالها كنشكرها بزاف من هذا المنبر. تبعت الفيديو ديالها وتبعت داكشي اللي دارت ودرتو، والله العظيم الا عطاني نتيجه زوينه. هذه اول مره كيخليا الطريقه هذه صافي. المهم هنايا كندهن البلاطو ديالي بزويته صافي، وكندير نتوما على حسب الكبر ديال المسمنه. غير ديروا في بالكم بان هذه الوصفه هكا الطريقه هذه راه كديروا جوج مسمنات في وحده، يعني حاولوا ديروا كويرات شويه غير متوسطين باش تجيكم المسمنه، على حقاش كديروا جوج في وحده. غنتبعوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل. ومع ان دائما نبقاو نغطوهم بواحد البلاصه باش ما يضربهمش البرد، وباش كذلك يزيدوا يرتاحوا اكثر واكثر واكثر. منين تبغوا طيبوا كتلقاوهم ارتاحوا وعطاوكم الطوع ديال الخدمه. قبل ما طيبوا اصلا خاصكم تضربوهم وتطويوهم. غادي نكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا العجينه ديالنا كامله،
وندوز المرحله الثانيه. صافي هنا كملتهم. غادي ندوز نصب التقويرات الاولين باش بديت، ونخلي الاخرين حتى الاخر. المهم هاد الخلطه هذه هي الخلطه السحريه اللي كتخلي المسمن ديالكم يجي زين ومورق. المهم هنا الزبده على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. انا درت تقريبا 2 معالق ديال الزبده. جا بكري حتى طلقوا ولاو بحال البوماده، خداو حراره المطبخ. زدت عليهم الزيت، غادي تزيدوا عليهم واحد الخميره ديال الحلوى، اي خميره عندكم ديال الحلوى نتوما كتستعملوها. المهم بدون ذكر اسماء، المهم خميره الحلوى راكم كلكم عارفينها، كتزيدوها عليهم مزيان. هذه هي الخلطه السحريه اللي دارت حليمه الفلالي، مع احتراماتي ليها وشكرا ليها بزاف. زدت هاد الزويته كانت عندي هنايا غير ما بغيتش نخليها تضيع. صافي غنخلط الخليط ديالي في هذه المرحله. الفينو حتى هو راه كيتستعمل، تقدروا تخلطوه في نفس الزلافه مع الزيت والزبده، تخلطوا الفينو، تقدروا تخلوه بوحدو وتستعملوا داك بوحدو. هانتوما تبعوا معايا الطريقه، انا مخلطتهمش في الزلافه، هي خلطاتهم، هي دارتهم في زلافه وحده، دارت عليهم الفينو وخلطات كلشي وخدمات به. انا فضلت انني نخلط هادو الفينو بوحدو باش نهز المقدار اللي انا محتاجاه. صافي كنخليوه على جنب. ها هو الفينو ديالي مغربل وواجد حتى هو في زلافه، وكنحطهم حدايا وكنبدا نخدم على سطح العمل ديالي. كنورق، هانتوما غتشوفوا الطريقه. كنبدا بالكويرات الاولين، هانتوما كيفاش دغيا دغيا كيتجبدوا. كنضرب الاولى غير شويه ونحطها، ونضرب الثانيه، وهانتوما غتشوفوا الطريقه اللي دارت واللي حتى انا تبعتها معاها ودرتها وصدقات لي زوينه و... يعني تجربه ناجحه. كننصحكم ديروها، راه غزاله والله العظيم. غير تبعوا الفيديو حتى وغتشوفوا. المهم كنهز من الخليط ديال الزبده والزيت والخميره، كنديرو هو الاول في واحد الكويره من هذوك الجوج. كندير عليها الفينو، هانتوما كما موضح لكم، وكندير عليها الثانيه. هانتوما صافي كنخليها هكاك على جنب، وكنمشي بهذيك الطريقه من الكويرات كاملين اللي عندي. نتمنى يكون شي واضح. نفس الطريقه كنهز من الخليط ديال الزبده والزيت والخميره الحلوه، كندير نيت كميه محترمه يعني، وراه من كيطيب راه ما كيبانش. وكندير عليهم الفينو ناشفه، كنهز بها الفينو كندير هكا، وكندير عليها الخبيزه الثانيه، كنضربها شويه وكنحطها على جنب. من بعد غادي نرجع ليهم. كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل العجين ديالي كامل اولا الكويرات ديالي، حتى كنكملهم بنفس الطريقه. نتوما استعملوا المعلقه، استعملوا اللي بغيتو. انا استعملت يديا الحمد لله مغسولين. ف بيدك كتحكمي في المقدار اللي نتيا باغاه. كملت العجين ديالي وغادي نبدا المرحله المواليه اللي هي الطراق. كنشد الخبيزه الاولى اللي درت، دائما كنبدا من داك، من الاول، من دوك اللي صاوبت في الاول هما ها نتوما شفتوا راه وحده فوق وحده. وكنورقها هاد المره. كتورقيها كيكون عندك سطح العمل يكون كبير. انا ما عنديش رخامه، ما عنديش شي بلاصه في الكوزينه اللي نقدر نخدم عليها، فخرجت غير طبله ديال الماكله نقيه وخدمت فوق منها. اي حاجه تقضي بها وتقدري تستعمليها. المهم كتورقي مزيان مع الدهن، كتبقاي دهني بنفس الخيط.
كتحاولوا تورقوها مزيان. راه العجينه نتوما كتشوفوا راه مخدومه، ما كتتقب ما حتى شي حاجه، عاد يقطعوا على الخدمه وواعره زوينه والله العظيم. انا كنصحكم تستعملوا هذه الطريقه، تيحمر لكم وجهكم مع ضيافكم وما غاديش تندموا، ما غاديش تندموا عليها الصراحه. صافي ندهنها عاوتاني بالزبده وكنعاود نرشها بالفينو. ايوا وكنطوي ديري الطويه ديال الملوي، وتقدري ديري الطويه ديال المسمن المعروفه عندنا في المغرب، لان كطويها على 4. ديري الطرف الاول الطرف الثاني وكتعاودي الدهن وترشي بالفينو باش ملي كطيب كتجي مورقه. صافي كنستمر بهذه الطريقه عاوتاني حتى كنكمل الخبيزات ديالي كاملين. كما كتلاحظوا دائما كندهن بنفس الخليط وكنرش الفينو. هنا بغيت ندير شي ملويات اول مره كنديرهم، قلت علاش لا ندير، درت غير 3 جوج كبار وحده. بغيت نجرب كيفاش غادي يجيو بنفس العجين، جاو عاديين يعني لا باس بهم. ولكن المسمن كتبقاو الملويه كطويوها هكا مع تكون مرخوفه، ما تزيروش الطويه، غير كترميو الطرف صافي. وكتخشيو هذوك القنات في الجناب. صافي كتخليوها عاوتاني كتحطوها على جنب كترتاح. صافي هنا جينا للمرحله ديال الطياب. كتضربوا غير بصبيعاتكم، ما ترقوش بزاف، يعني كتحاولوا بالقاعده باش ما كتلصقش من الداخل. هي كتجي دائريه وزوينه، وملي كطيب راه كرقه. كاين اللي كيقطعها بالموس شرائح، كاين اللي غير كيهزها كيجمعها وكيلويها، كل واحد وكيف هذا الملوي سبحان الله. بديت بها هي الاولى في الطياب. رشوا المقله بالزيت باش ما تلصقش ليكم، خصوصا في المسمنه الاولى. هي الاولى المقله قبل ما تشبع زيت كتلصق واحد شويه، من بعد صافي كتيسر الامور بقدر الله. انا كنحاول معاها باش نقلبها. شوفوا تبارك الله علاش مذهب كيفاش زوين، ما شاء الله. جا واحد المسمن رائع والله العظيم ما شهيتكم بنات. هنا كندير المسمنه الثانيه. كيجي زوين زوين. وباقي انا مع اول مره الطريقه هذه دوز ليه شويه الطياب، خفتو ما يطيبش ليا من الداخل، فخليته تحمر اكثر من الثومه. بالعكس راه كيطيب، وكديروا غير كياخذ داك اللون الذهبي الزوين. صافي كتحيدوها من المقله. شوف الجات. نتوما كيف تحيدوها مباشره من المقله، كتضربوها مزيان مزيان كيف خليتها امي ناعمه حتى شي عظم صحيح. المهم كتضربوها مزيان مزيان حتى كتحل. انا ما نكذبش عليكم، قهرني السخونيه ديال الزيت، ما ضربتوش تا برد عاد درنا ليه واحد شويه هكاك. تحرقوا لي صبعاني سخون الحال والزيت سخن بزاف، صافي حرق لي صبيعاتي.
صافي كتقلبوا فيها، كتبقاو فيها حتى كطيب مباشره، كتحيدوها شفتوا كيفاش دوزت ليها انا الطياب. غير انا اصلا قاصده نديرها غير باش طيب ليا من الداخل. تقدروا ديروها مذهبه كافيه. كيف ما تحيدوها صافي كتضربوا بها بيديكم هكا، كتضربوها باش كتحل. غادي نديرو المسمنه الثانيه. ما شاء الله كي كيجي. غير كتشوفوه بدا كيتبوق، كيدير دوك بويقات ولا ما عرفت. هنا راه تحرقت واحد الحرقه، تحرقوا لي صبعاني. مع قلبت بيديا وتحرك، شفتو هي اللي كيشد. يا سلام والله العظيم. كتبقاو مره مره كترشوا باش ما ينشفش ليكم. يتنفخ، شفتها كيفاش هي كتنفخ من الجنب. يا سلام راه كيجي واعر. هذه هي اللي كتخلي لداخل، كتبقاي تقلبي فيها من هنا ومن هنا. شوفوا اللوين اللي شاده. المهم هذا هو المسمن ديالنا. نتمنى تجربوا بهذه الطريقه هذه، راه زوينه وناجحه 100%. وكنشكركم بزاف على ديالكم وديال حتى النهايه. كنتمنى تخليو لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله يا ربي تقدرني وندير لكم فيديوهات جداد وزوينين اللي يكونوا عندكم. وما تنساوش تدوزوا القناه عائله عفوا عالم الاختلاف والتميز. التهيئه ديالي احتياطيه. خليوا لي فيها لايك في الفيديو الاخر، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد. وكنشكركم بزاف 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 على الاهتمام ديالكم والتتبع ديالكم. وكنقول لكم ديروا هاد الطريقه هذه زوينه وما غاديش تندموا عليها، على ضمانتي والله العظيم. وكنقول لكم السلام عليكم بزاف، الى الفيديو قادم ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء.